فطور جديد ومكان جديد، هذا هو الشغل. واخيرا رجعنا. شايفين كيف طالعين على الشروق؟ بسم الله على بركة الله. والله يا ابوي ما اعتقد في احد طالع ابدر مننا اليوم. ما في احلى من التبكير. اكثر مصروف اخذته في المدرسه كان 5 ريال، كم كان انت مصروفك يا ابويا؟ اكثر مصروف ريالين، بس اذا اسوي سندويشتات في البيت يعني الوالده كنا ناخذ ريال. اول معلم حنروح من عنده دوار الفلك. واو يا اللقطه، هذا دوار الدراجه اكثر من 40 سنه. تعرف يا ابوي انه طوله 25 متر؟ هذه عماير اسكان شرفيه، واللي قبالها اسس مول، الان سوق الذهب الجديد. صرنا يلا الحمد لله. لا تنسوا اللايك والمتابعة لمحمد، يستاهل كل الخير. يستاهلك الطيب. حنفطر في مكان محمد، بس مشكلته ما عنده طاولات. اول من اخترع الزيت انا سمسم، هذا اللي قدامكم شخص 35 سنة أول من اخترع الفطاير بسمسم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله عليك. ترى اليوم فطورنا فقط بس فطاير. كل شيء مطبوخ بالسليط. هذا بيض جبنتين. نقص الشطه. والله شطه، في شطه. ابوي لا تاكل، بحط لك شطه، اصبر. الباخمري هذا حضرمي حلو، بس هذا يقول لك بالطريقه اليافعيه. واو. هذا خبز الشيخ، هذا اضخم بر. شوف هذه حاجه فخمه ما شاء الله تبارك الله. صراحه بالفطيره حلو. حلو. اي والله. الحساب كم كلفنا؟ 35 ريال. بعد ما خلصنا فطور في مكانين لازم نروحهم. هنا موجود اهم واقدم المعالم الاثريه اللي في جده. هذا مسجد الخليفه عثمان بن عفان رضي الله عنه، اكثر من 1200 عام. حتيجي معانا على زاويه 97، تدخل هذا الزقاق الى ان توصل هذا المكان. اهلا محمد، صباح الخير. اعرفك بنفسي، معك ايمان حجازي، مدربه حرف من 2016. اسم المحل الصوغه، تعرف ايش معناها؟ الصاغه هي عباره عن الهديه. فالحجاج قديما كانوا يجوا للسعوديه، يجوا يحجوا، اهلهم هناك ينتظروهم عشان يعطوهم الصاغه. الهدايا اللي هنا كلها صناعه سعوديه، احنا هنا بنسويه. هنا احنا راسمين على الخشب، هذه رواشين جده. هذا اسمه فسيفساء، هو الرسم بالبلاط او الاحجار. واو، ايش قصه السكارف عندك؟ كل سكارف يا محمد دي قصه، انت بتشتري قصه. فهذا عن العلا وعن منطقه الطائف. فن، هذا فن. كل هذه الملابس تصميمها خاص. وما نسينا الرجال سديري، وهذه بيوت الدرعيه. جرب يا محمد تلبسه. انا ابوي لابس ثوب فحيجي عليه احلى والله بالملي. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكم. عفوا، ونشوفكم على خير.